تفتكر لما تسافر بلد جديدة وتعيش فيها تجربة دراسية ممكن تتحول الرحلة دي لكابوس عمره ما ينتهي؟ تخيل تصحى يوم تلاقي نفسك متهم في جريمة قتل، جريمة بشعة في بلد انت اصلا مش منها، والناس كلها بتبصلك على انك القاتل حتى لو مفيش دليل واضح ضدك. دي قصة أماندا نوكس اللي اتحولت قصتها لقضية رأي عام عالمية، واتقسم الناس حواليها نصين، جزء شايفها ضحية وجزء مقتنع إنها مجرمة بشعة. بس يا ترى الحقيقة فين، وازاي بنت عادية اتحولت لرمز لقضية شغلت العالم كله وقتها؟ أصدقائي الحلوين، ازيكم عاملين ايه؟ أتمنى يا رب تكونوا بخير. حلقة النهاردة رهيبة ومليانة بالتساؤلات، أتمنى الحلقة تعجبكم ويلا بينا نبدأ الحلقة. قصتنا بتبدأ كحلم. طالبة جامعية من سياتل عندها 20 سنة ركبت طيارة لإيطاليا بتجري ورا اللغات والثقافات المختلفة والاستقلال. بعد أسابيع قليلة من إقامتها هناك، أماندا نوكس لقت نفسها في قلب عاصفة دولية. لقوا زميلتها في السكن ميراندا كريشر مقتولة بوحشية، وفجأة أماندا بقت مشتبه فيها وبعدها قاتلة. الإعلام التهب الموضوع ده والنيابة أصرت عليه، وسرعان معرف اسمها العالم كله. أماندا نوكس اتولدت في 9 يوليو سنة 1987 في سياتل، واشنطن. كانت البنت الكبيرة من بنتين لكيرت نوكس وميلاس. اسم أختها كان ديانا، وبعدين جالها أختين من الأب، أشلي وديلاني. أهلها اشتغلوا بجد عشان يوفروا لأولادهم حياة مستقرة بعد طلاقهم. أماندا كبرت في أسرة متوسطة الحال في غرب سياتل، وكانت بتروح وتيجي بين بيوت أهلها اللي فضلوا على علاقة ودية بعد طلاقهم. في البيئة الداعمة دي أماندا كبرت اجتماعية وذكية وغريبة شوية. كانت بتحب الرياضة وخاصة الكورة. لما صحابها وأهلها بيتكلموا عنها بيذكروها بأنها كانت مرحة وودودة وهي صغيرة، بس ساذجة شوية بالنسبة لواقع الدنيا القاسي. راحت مدرسة تحضيرية صعبة جدا في سياتل، وكانت بتمثل في مسرحيات المدرسة. كانت معروفة بتصرفاتها الغريبة، زي إنها تغني فجأة وهي ماشية في الطرقة بلا أي سبب. واحد من صحابها من المدرسة فاكر إنها ما كانتش مجنونة وما كانتش غبية، بس أفكارها كانت متلخبطة، ولاحظ إن أماندا ممكن تكون عرضة للتشتت الزيادة. كان باين إنها مش مستوعبة الواقع كويس في لحظات معينة. الكلام ده ممكن ما يكونش له معنى دلوقتي، بس هنعرف إنه له معنى بعدين. بس على الرغم من السذاجة اللي كانت باينة عليها، أماندا كانت ذكية وجابت درجات كويسة في المدرسة، عشان كده لما راحت الجامعة كانت من الأوائل. قرايبها وصفوا أماندا في سن الكلية على إنها منفتحة ومش حذرة، شخصية روحها مغامرة بس ناقصها ذكاء الشارع ومش فاهمة مخاطر الحياة. زوج مامتها كريس كان قلقان إن طبيعة أماندا الواثقة ونظرتها الساذجة ممكن تعمل لها مشاكل لما تبقى لوحدها بعد كده. خلال سنوات التكوين دي، أماندا دخلت في علاقة هتشكل مسار حياتها، وبالإضافة للكورة والتمثيل اللي كانت بتمارسهم، كانت بتحب اللغات والكتابة. درست ألماني وإيطالي وكتابة إبداعية، وأثناء ما كانت بتدرس اللغات دي كانت بتحلم بالسفر والانغماس في لغات أجنبية أكتر وأكتر. بذرة حلم إيطاليا اتزرعت في رحلة عائلية راحتها وهي عندها 15 سنة، وكبرت مع الوقت جواها. وفي أواخر مراهقتها أماندا كانت مصممة تعيش برا أمريكا. اشتغلت وظايف بدوام جزئي عشان تمول سنة دراسية في إيطاليا، وأهلها دعموا هدفها ده. مع ان كريس زوج مامتها حذرها انها ممكن ما تكونش جاهزة لمغامرة كبيرة زي دي لسه، بس أماندا كانت مصممة تروح إيطاليا وتنغمس في ثقافة جديدة. في 2007 أماندا نوكس اللي عندها 20 سنة كانت جاهزة تفرد جناحيها برا سياتل. إيطاليا كانت بتناديها وفقا لكلامها. كانت وقعت في حب البلد والثقافة دي لما كان عندها 15 سنة وزارتها. بين تاريخ الفن واللغة فكرة إيطاليا أثرتها. المهم إنها رتبت تقضي سنة دراسية في إيطاليا عشان تحسن اللغة الإيطالية عندها وتدور على المغامرة هناك. ولما اختارت واجهتها ما اختارتش مدن سياحية زي روما أو فلورنسا مثلا، اختارت بيروجيا، مدينة جامعية أصغر. بيروجيا فيها عدد كبير من الطلاب وسحر إيطالي أصيل، وده بالظبط اللي كانت أماندا بتدور عليه عشان تعيش إيطاليا الحقيقية. قالت لصحابها إنها عايزة تبقى في مكان تختلط فيه مع السكان المحليين. بيروجيا بشوارعها المرصوفة بالحصى من العصور الوسطى ومقاهيها النابضة بالحياة كانت مثالية بالنسبة لها وبالنسبة لهدفها. كانت المدينة مبنية على خلفية تلال خضراء ومعروفة بطاقتها الشبابية. آلاف الطلاب الأجانب بيتوافدوا عليها كل سنة. وفي سبتمبر 2007 أماندا بقت واحدة منهم. انبهرت على طول بالجو في المدينة، كانت حاسة إنها في حلم. كان عندها إحساس إن المغامرة مستخبية في كل ركن في المدينة دي. وصول أماندا لبيروجيا كان بداية فصل جديد في حياتها. سجلت في جامعة للأجانب وبعدين بدأت تدور على شغل وسكن.
في النهاية سكنت في بيت كانت شقة في الدور الأرضي مع طالبات تانيين. زميلاتها في السكن كانوا 3 بنات، 2 محاميات متدربات إيطاليات في أواخر العشرينات، ومعاهم ميريديث كيرشر. كيرشر اتولدت في 28 ديسمبر 1985 في جنوب لندن. هناك بدأ اهتمامها باللغة والثقافة الإيطالية، وبعد ما شاركت في برنامج تبادل طلابي رجعت إيطاليا وهي عندها 15 سنة عشان تقضي صيف مع عائلة مضيفة في سيزا أورونكا. راحت إيطاليا زي أماندا لما كان عندها 15 سنة برضو. آسف لو بنطق حاجات غلط لأني مش متعود على النطق ده. بعدها كيرشر سجلت في جامعة ليدز ودرست سياسة أوروبية وإيطالي. اشتغلت شغلانات كتير عشان تصرف على نفسها، منها جرسونة في بار ومرشدة سياحية وشغل ترويجي تاني. ميريديث الطموحة والنشطة كانت بتتمنى أما تكبر شوية تشتغل في الاتحاد الأوروبي أو صحفية في يوم من الأيام. في أكتوبر 2007 ميريديث اتنقلت لإيطاليا وراحت جامعة بيروجيا عشان تدرس تاريخ حديث ونظرية سياسية وتاريخ السينما. الناس اللي عرفوها وصفوها بأنها كانت ذكية ورحيمة ومرحة ومحبوبة جدا بين صحابها. ميريديث وأماندا والبنتين التانيين اللي كانوا بيدرسوا محاماة بقوا زميلات سكن في بيروجيا. وفي الوقت ده أماندا كانت بتدور على شغل وفعلا لقت شغل كنادلة في بار اسمه لي تشيك. أماندا كانت بتوفق ما بين المحاضرات ودراسة القواعد الإيطالية وشغلها في البار ده، بس ما كانتش تعرف إن التفاصيل العادية دي هتبقى قريب محور مأساة هتجذب عناوين الصحف العالمية. في بيروجيا أماندا انغمست بحماس في حياة اجتماعية مليانة صداقات جديدة. طبعا كانت تجربة جديدة وفريدة بالنسبة لها. واحدة من أول العلاقات اللي أماندا كبرتها كانت مع زميلتها في السكن ميريديث كيرشر. البنتين اتجمعوا بالصدفة بس تفاهموا كويس جدا. ميريديث كانت حنينة وذكية ومجتهدة في دراستها، وكان عندها مجموعة صحاب بريطانيين مقربين منها في بيروجيا. ما كانوش بيشوفوا أماندا كتير لأنها كانت مهتمة أكتر إنها تختلط بالإيطاليين، بس برضو زميلات السكن كانوا بيحاولوا يقضوا وقت مع بعض. كانوا بيطبخوا مع بعض وبيتشاركوا الأكل مع بعض، وكانوا بيخرجوا مع بعض كتير وبيتفرجوا على المدينة. مع بداية الخريف وبعد كل اللي حصل، مامة أماندا قالت إنها ما شافتش أي خلافات بين البنات، وقالت إنهم كانوا متفاهمين جدا. بالإضافة لعلاقتهم الودية مع ميريديث كيرشر، أماندا كونت دوائر اجتماعية في بيروجيا. كانت من النوع اللي بيبدأ الكلام مع أي حد، ولقت نفسها بتقضي وقت مع ناس مختلفة كل يوم. وزي ما احنا عارفين أماندا كانت بتفضل صحبة الإيطاليين عن الناس اللي بتتكلم إنجليزي. كانت عايزة تنغمس بجد وتتعلم إيطالي. طبيعتها الحرة خلتها تكسب صحاب بسهولة، وواحد من معارفها دول كان رودي جويد، شاب في الأصل من ساحل العاج إلا إنه تم تبنيه بشكل غير رسمي في بيروجيا. أماندا وميريديث قابلوه مرتين بس عن طريق الولاد اللي كانوا ساكنين في الشقة اللي تحت شقتهم. وفي مرة كانوا متجمعين في نص أكتوبر، وأماندا وميريديث نزلوا لشقة جيرانهم وقضوا وقت متأخر مع رودي. بس ميريديث مشيت عشان تنام حوالي الساعة 4:30 فجرا، وأماندا مشيت وراها. رودي نام على الكنبة الليلة دي، واللقاءات دي كانت عادية في حياة الطلاب في بيروجيا، ومفيش حاجة مميزة في رودي لفتت النظر ساعتها، غير ان هو كان باين عليه قلة الانضباط شوية. بيقضي وقته كله بيلعب ألعاب فيديو ومش مهتم بدراسته. الشرطة حتى لقوه في بيت مهجور ومعاه سكينة في وقت من الأوقات قبل كده. بس الشخصية الأهم في حياة أماندا كانت رافائيل سوليسيتو. في 25 أكتوبر 2007 أماندا وميريديث راحوا حفلة موسيقية كلاسيكية في جامعة بيروجيا. وسط الزحمة أماندا بدأت كلام مع حد، والحد ده كان رافائيل، شاب إيطالي خجول عنده 23 سنة بيدرس علوم الكمبيوتر. وعلى طول حصل انجذاب ما بينهم، وفي نفس الليلة علاقتهم بقت قريبة قوي. بسرعة أماندا ورافائيل بقوا ملهمش غير بعض، بيقضوا كل وقتهم مع بعض، وبدأت تبات في شقة رافائيل كل ليلة تقريبا من بعد ما اتقابلوا. رافائيل كان عنده شقة صغيرة على بعد 5 دقايق مشي من البيت اللي كانت عايشة فيه أماندا. العلاقة كانت سريعة جدا زي أي حب في سن صغير. رافائيل اعترف بعدين إن أماندا كانت تاني بنت يحبها في حياته، وإنه ما كانش عنده خبرة كبيرة في الحب ساعتها، بس حبها بسرعة. ميريديث زميلتها في السكن كانت بدأت تواعد شاب إيطالي ساكن تحتهم اسمه جياكومو سيلينزي. نمط حياة أماندا في إيطاليا كان زي أي طالبة جامعية بره، جزء خاص بالمسؤولية وجزء خاص بالتسلية واللعب. كانت معروفة كمان إن فيها عادة سيئة وهي شرب الحشيش كل شوية. في أسابيع الخريف الأولى دي أماندا كانت عايشة الحلم، بتدرس في مدينة إيطالية جميلة، واقعة في الحب، بتكون صداقات جديدة. بس إيقاع حياتها الطبيعي كطالبة كان على وشك يصطدم برعب محدش كان يتخيله.
في ليلة 1 نوفمبر سنة 2007 كان عطلة رسمية في إيطاليا. كتير من طلاب بيروجيا منهم زميلات أماندا الإيطاليات والولاد اللي ساكنين تحت كانوا سافروا يقضوا أجازة طويلة. فالبيت اللي كانوا عايشين فيه كان هادي عكس العادة. كان ساكن فيه الليلة دي ميريديث وأماندا وبس. أماندا وميريديث قضوا يومهم عادي، وحوالي الساعة 4 العصر ميريديث قابلت أماندا ورافائيل في مطبخ البيت قبل ما تخرج. وبالليل ميريديث خرجت مع مجموعة من صحابها وأكلوا بيتزا سوا، وبعد كده مشيت من القعدة دي حوالي الساعة 9 مساء. كانت بتقول إنها تعبانة ورايحة البيت عشان تنام. أما أماندا فكانت نيتها إنها تشتغل في البار الليلة دي، بس من بدري مديرها باتريك لومبا بعت لها رسالة قال لها إنها ما تجيش. ومع الليلة الفاضية دي أماندا قررت تقضيها مع رافائيل في شقته، وزي ما الاتنين قالوا للشرطة بعدين قضوا ليلة هادية سوا. اتفرجوا فيها على فيلم فرنسي اسمه إيميلي، أنا بحب الفيلم ده بالمناسبة. والاتنين ناموا وليلتهم انتهت على كده. دي الحجة اللي أماندا نوكس هتتمسك بيها لنهاية قصتنا، إنها كانت في شقة حبيبها طوال الليل، حجة غياب النيابة هتشكك فيها بعدين. تعالوا بقى نروح للبيت اللي أماندا المفروض كانت عايشة فيه أصلا مع صاحبتها. في ساعات متأخرة من ليلة 1 نوفمبر كان لسه في لغز ومسار للجدل، بس المؤكد للأسف إن ميريديث كيرشر ما خرجتش من أوضتها وهي عايشة. في وقت ما بعد الساعة 9 مساء ميريديث رجعت بيتها، والبيت المفروض إنه كان فاضي لأن أماندا كانت عند رافائيل وزميلاتها التانيين كانوا مسافرين يقضوا الأجازة. في وقت ما ميريديث رجعت البيت ومعتدي أو معتدين هجموا عليها. في ضلمة أوضة ميريديث حصل صراع عنيف. باقي العالم وكمان أماندا نوكس زي ما بتقول معرفوش بمصير ميريديث إلا تاني يوم. اليوم ده هيكشف مشهد بشع جدا وهيقلب حياة أماندا رأسا على عقب. بالنسبة لأماندا نوكس 2 نوفمبر 2007 بدأ زي أي صباح عادي. أماندا ورافائيل صحيوا من النوم وراحوا شقة أماندا حوالي ظهر اليوم ده، ولما وصلوا لقوا موقف غريب. لقوا الباب مفتوح. لما دخلت الحمام اللي بتشاركوا فيه مع ميريديث اتخضت لما شافت نقط دم في الحوض وعلى الحنفية. كان فيه تلطخات دم غريبة على سجادة الحمام أشبه بشكل رجل. أماندا قالت بعدين إنها استغربت بس ما اتخضتش جامد ساعتها، لأن نقط الدم دي كانت صغيرة لدرجة إنها فكرت إن ممكن حد جرح نفسه بالغلط. بس لما بصوا أكتر في الشقة لقوا شباك في أوضة واحدة من زميلاتها مكسور وفي زجاج متكسر على الأرض، بس برضه ما كانتش متخيلة إن في حاجة خطيرة حصلت. طبعا كانوا بيدوروا على ميريديث ساعتها لأنها المفروض تكون في الشقة. راحوا لباب أوضتها بس كان مقفول، خبطوا على الباب كتير بس محدش رد وما سمعوش أي صوت جاي من جوه. أماندا حاولت تتصل بموبايل ميريديث مرتين بعد الظهر بشوية بس ما ردتش عليها، وده كان غريب جدا من ميريديث. ساعتها اتصلت بواحدة من زميلاتها اسمها فيلومينا وشرحت لها الموقف وقالت لها إنها قلقانة على ميريديث، وفيلومينا قالت لها إنها ترجع الشقة حالا. الساعة 12:47 دقيقة أماندا اتصلت بأمها اللي نصحتها تتصل بالشرطة، والساعة 12:51 دقيقة رافائيل اتصل بالشرطة. في نفس الوقت تقريبا 2 محققين اتصالات وصلوا، بس مش بسبب مكالمة أماندا، لأن الجار بلغ عن موبايل ميريديث مرمي في جنينته. بالصدفة السلطات كانت موجودة في البيت ساعتها بيحاولوا يرجعوا الموبايل الضائع ده، ومن غير ما يعرفوا إنهم على وشك يقعوا على مشهد جريمة مرعب. أماندا ورافائيل استقبلوا الشرطة واتكلموا معاهم عن الموقف المقلق. هما مع فيلومينا طلبوا من الشرطة يكسروا الباب بتاع أوضة ميريديث، وبالفعل الشرطة كسروا الباب واللي شافوه خلاهم يصرخوا ويعملوا هرج ومرج. جثة ميريديث كانت مرمية على الأرض متغطية ببطانية وغرقانة بالدم. واحد من المحققين وصف المشهد ببحيرة دم شفناها قدامنا. كانت مطعونة طعنات كتير وعنقها كان محاط بطوق من جروح سطحية بالسكينة، جروح بتوحي إن المعتدي حاول يجبرها إنها تخضع له. في الآخر قطع شريان رئيسي في رقبتها. الطبيب الشرعي حدد إن ميريديث ماتت من فقدان دم كبير واختناق، وإن موتها ما كانش فوري، كانت بتنزف على الأرض لدقايق قبل ما تموت. الأدلة أشارت لعلامات على اعتداء جنسي أو على الأقل نشاط جنسي قبل موتها. كانت نهاية قاسية لبنت من ساعات بس كانت خارجة مع صاحبتها وبتاكل بيتزا ومبسوطة وبتضحك. بعد ما عرفوا بموت ميريديث تصرفات أماندا ما كانتش زي زميلة مصدومة وهستيرية، على الأقل مش في نظر الشرطة الإيطالية أو الرأي العام. في اسم الشرطة بعدها بشوية لما الضباط بدأوا ياخدوا أقوال من الشهود، تصرفات أماندا استمرت في لفت الأنظار. كبيرة المحققين مونيكا رئيسة فرقة جرائم القتل في بيروجيا قالت بعدين في شهادتها إن أماندا ورافائيل كان باين عليهم عدم مبالاة بكل حاجة وهم مستنيين في اسم الشرطة. شافوهم قاعدين بيحضنوا بعض، بيوشوشوا بعض، بيعملوا وشوش وبيكتبوا ورق لبعض وبيضحكوا.
في وقت من الأوقات محقق بص عليهم وشاف أماندا بتعمل حركة بهلوانية وشقلبة في الطرقة. مونيكا قالت ده كان غريب بالنسبة للكل. سلوكهم كان غريب لدرجة إنه زرع الشك في دماغ السلطات على طول، ومع مرور اليوم ده ردود أماندا كانت متذبذبة. انهارت في وقت من الأوقات، وقعت على الأرض لما الشرطة رجعتها للبيت بالليل، بس ساعتها الضرر كان حصل خلاص من ناحية الانطباع، خاصة إن الإعلام الإيطالي كان سمع عن الحبيبين اللي بيبوسوا بعض في مكان الجريمة، وشائعات بدأت تظهر عن تصرفات أماندا الغريبة انتشرت زي النار في الهشيم. طبعا بعد ساعات من اكتشاف جثة ميريديث قصة بدأت تتكون، والقصة دي كانت إن أماندا نوكس بتتصرف بطريقة مش طبيعية لبنت بريئة، والقصة دي هتنفجر قريب لعملية تشويه سمعة كاملة في الصحافة. بس في الوقت ده 2 و3 نوفمبر أماندا كانت لسه من الناحية الفنية مجرد شاهدة، هتقضي الليالي في شقة رافائيل اللي دلوقتي بقى بيت مشتبه فيه محتمل، وده قرار هيرجع يطاردها بعدين. تاني يوم أماندا ورافائيل هيروحوا محل ملابس فاخر وهتشتري ملابس داخلية. ادعت ان الشراء ده كان عشان حاجتها مقفول عليها في البيت عشان التحقيق شغال، فعشان كده هي محتاجة ملابس داخلية جديدة. كاميرا مراقبة هتصورهم في المحل وهم بيحضنوا بعض ومستمتعين بالتسوق بتاعهم. كل ده طبعا كان شكله وحش جدا. صاحب المحل اتصدم لما شاف وش أماندا في الأخبار بعدين، وهيحكي الموضوع ده للشرطة اللي هياخدوا شريط كاميرات المراقبة منه. ومش هيعدي وقت كتير لحد ما لقطات أماندا ورافائيل وهما بيبوسوا بعض في المحل وبيضحكوا توصل لكل شاشة تلفزيون في إيطاليا، ورد فعل الجمهور كان سريع وقاسي. أماندا نوكس بقت مذنبة في محكمة الرأي العام، مذنبة مش بقتل بالضرورة بس بنقص صارخ في الأخلاق وفي المنطق السليم والتعاطف. فالتصورات الأولية دي سواء كانت عادلة أو لأ مهدت الطريق للي هيحصل بعد كده، وده لأن الشرطة ماسكة قضية قتل وحشية، ودلوقتي في شابين في نظرهم بيتصرفوا بغرابة شديدة في ظل الظروف دي. ففي الأيام اللي جاية مباشرة بعد مقتل ميريديث كيرشر السلطات الإيطالية قامت بتحقيق ممتد، وركزوا بسرعة على أماندا ورافائيل كمشتبه فيهم رئيسيين من غير أي دليل في الوقت ده ضدهم، اعتمادا بس على تصرفاتهم. وبالنسبة لشرطة بيروجيا في حاجات كتير ما كانتش منطقية فيهم، لأن على ما يبدو إن كان في اقتحام للبيت، ولكن السلطات كانوا شايفين إنه اقتحام مفتعل. الشباك المكسور كان شكله مزيف بشكل مريب في نظرهم، وعدم التوافق اللي شافوه في روايات أماندا ورافائيل في صباح اليوم ده، والأهم من ده كله هدوء الاتنين وعدم مبالاتهم. بس طبعا احنا كل ده بنتكلم عن أدلة ظرفية فقط، وكل شخص بيتفاعل بشكل مختلف مع موت الناس والصدمات. ساعات الموضوع بيكون مجرد إن هو منفر، وساعات بيكون معناه إنهم مذنبين، بس ساعات الموضوع بيكون مجرد غباء وبلاهة، زي اللي بيروح عزا مثلا وما بيقدرش يمسك نفسه وبيضحك مثلا. هل معناه ان هو اللي قتل الشخص اللي بيعزيه؟ اكيد لا، ولكن هو سلوك منفر. بس في المرحلة دي الناس كلها كانوا شايفين ان أماندا هي اللي عملت كده. كان صعب جدا انهم يشوفوا الموضوع من منظور تاني، حتى لو ما عندهمش حاجة قوية يبنوا عليها رأيهم. عشان كده من 2 نوفمبر أماندا كانت تحت مراقبة شديدة، وطلب منها انها تيجي اسم الشرطة اكتر من مرة عشان تدلي بأقوالها. ومع استمرار الجلسات دي نبرة المحققين بقت أشد أكتر وأكتر، عشان كانوا بيشككوا علانية في حجة أماندا ورافائيل في وقت ما تردد في شهادته وقال للشرطة انه مش متأكد اذا كانت أماندا فعلا كانت معاه طوال الوقت ولا لا، وده كان مريب. تلميحات الشك دي زودت الضغط على أماندا، بس نقطة تحول حاسمة هتيجي ليلة 5 نوفمبر 2007 لما الشرطة هتطلب أماندا ورافائيل لجولة تانية من الاستجواب، بس المرة دي هيكون في مقر الشرطة، والمرة دي هيكون أعنف بكتير. فخلال الليل ولحد الصبح بدري من 6 نوفمبر أماندا اتعرضت لاستجواب استمر ساعات طويلة، ومعظمه كان بالإيطالي ومن غير محامي حاضر معاها. يعني أيا كان رأيك في أماندا دلوقتي أو رافائيل، ده مش عدل، مش حاجة منصفة. وهي هتطلب محامي فعلا أثناء الاستجواب ده، بس هم قالوا إن ده هيخلي الأمور أسوأ بكتير، فهم كانوا بيهددوها ضمنيا. إيه اللي حصل بالظبط في غرفة الاستجواب دي ده لسه موضع خلاف لحد النهاردة. أماندا اللي في الوقت ده كانت طالبة أجنبية عندها 20 سنة وبعيدة عن أهلها، ادعت بعدين إن الشرطة استخدمت أساليب قاسية معاها، منها عزلها والصوت العالي في الأسئلة ورا بعض بسرعة بلغة مختلفة، ساعات حتى دفعها وزقها لما ما كانتش بترد بالإجابات اللي هم عايزينها. بس كبيرة المحققين مونيكا هتنكر ده بشدة، هتنكر أي عنف جسدي حصل أثناء التحقيقات دي، وقالت انها اتعاملت كويس جدا ومفيش اي عنف حصل تجاهها. بس حسب كلام أماندا انها كانت منهكة ومرتبكة جدا وخايفة، وحست انها مهددة واتضغط عليها واتكذب عليها واتضربت لحد ما الواقع نفسه بقى مشوش.
بس المؤكد ان في ساعات الصبح بدري من 6 نوفمبر أماندا انهارت تحت الضغط وقدمت تصريح مدين جدا للشرطة، وفي اللي وصفته بعد كده بانه كان اكراه عليها. أماندا قالت للمحققين القصة دي، قالت انها كانت في الشقة لما ميريديث اتقتلت، وبالاخص اتهمت مديرها في الشغل باتريك لومومبا، وقالت ان باتريك كان موجود مع ميريديث في اوضة نومها الليلة دي. وأماندا قالت انها غطت ودانها عشان ما تسمعش الصراخ لما باتريك هاجم ميريديث. التصريح ده حط أماندا في مسرح الجريمة كشاهدة وشريكة، وده كان أقرب لاعتراف زي ما الشرطة كانت عايزة. ففي التصريحات دي أماندا اتهمت باتريك ونفسها عن طريق القرب، فهي دلوقتي بقت شاهدة عيان على جريمة قتل، ودي مش حاجة كويسة ليها. بس أماندا هتتراجع عن كلامها ده تقريبا على طول، وهتشرح إن هي كانت مجبرة عليه تماما، بس ساعتها الضرر كان وقع خلاص. في 6 نوفمبر 2007 بناء على اعتراف أماندا وتخمينات التحقيق اللي اتطورت، الشرطة اتحركت بسرعة عشان تعتقل الناس. ففي صباح اليوم ده بدري أماندا نوكس ورافائيل وباتريك كلهم اتقبض عليهم واتحبسوا، والسلطات أعلنت للإعلام تقريبا على طول إن القضية اتحلت. وفي النظرية الأولية الدافع كان نوع من العنف الجنسي. الشرطة قالت للصحفيين انهم بيعتقدوا ان ميريديث اتقتلت عشان رفضت تشارك في نشاط جنسي عنيف دبروا أماندا ورافائيل وباتريك، واشاروا لاعتراف أماندا وانهيارها. والصحافة الصفراء في ايطاليا وبريطانيا نشرت القصة دي على طول، ورسموا صورة للثلاثي ده على انهم طائفة منحرفة، رغم انهم معرفوش اي حاجة من دي في الوقت ده. وصورة أماندا نوكس انتشرت في الجرايد مع عناوين صادمة، فبالليل وضحاه بقت زعيمة عصابة همجية في جريمة مرعبة. القصة كانت مثيرة جدا، حاجة الإعلام بيحبها عشان كانت أمريكية فاتنة وعشقها الإيطالي وصاحب البار الأفريقي بيرتكبوا جريمة قتل. الخبر انتشر زي النار في الهشيم، بس القضية اللي الشرطة فكرت إنهم حلوها هتبدأ تتفكك قريب، لأن باتريك كان عنده حجة غياب قوية. ليلة 1 نوفمبر كان شغال في البار اللي كان مليان بالزباين، وزباين كتير شهدوا انهم شافوه هناك طول الليل. وفي خلال اسبوعين بقى واضح جدا ان باتريك ما كانش ممكن يكون في مسرح الجريمة، وهينكر بشدة اي تورط من اي نوع. ولما الشرطة اتأكدوا من حجة غياب باتريك تم الافراج عنه وتم تبرئته تماما. ما لقوش اي دليل بيضعه في مسرح الجريمة، واتهام أماندا لرجل بريء سواء كان ذكرى خاطئة بسبب الذعر او كذبة متعمدة دلوقتي بقى اساس لاتهام منفصل ضدها اللي هو التشهير الجنائي. فكأنها كانت بتحفر لنفسها حفرة دلوقتي. الأهم من ده كله انهيار القضية ضد باتريك ألقى بظلاله على تحقيق الشرطة كله، لأن لو اعتراف أماندا أشار للرجل الغلط مدى مصداقية أي تصريحات منها وتحت أي ظروف تم الحصول عليها هيبقى محل شك. فالناس بدأوا يسألوا أسئلة، وبالنسبة لأماندا ما بعد الاستجواب كان مدمر، لأنها لقت نفسها محطوطة في زنزانة وفهمت إنها تم اتهامها رسميا في جريمة قتل بتصر إنها مرتكبتهاش. وحتى بعد ما تراجعت عن اعترافها كان فات الأوان، والسلطات استمرت في الضغط عليها لأنهم كانوا بيعتقدوا إن أماندا قالت الحقيقة أثناء الاستجواب ده. ودلوقتي هيحاولوا يبنوا نظرية خاصة بيهم حوالين ده، وهيشيلوا باتريك من النظرية دي دلوقتي بعد ما اتأكد إنه ما كانش موجود. فمش هيفوت وقت طويل لحد ما مشتبه فيه رابع هيظهر من خلال الأدلة الجنائية. الأدلة دي هتجيب شاب عنده 20 سنة اسمه رودي، الرجل اللي كان يعرف أماندا وميريديث، اللي بصمات أصابعه المدممة والحمض النووي بتاعه اتلقوا على حاجات خاصة بميريديث. في 20 نوفمبر 2007 رودي هيتقبض عليه في ألمانيا اللي كان هربان فيها، وهيتسلم لإيطاليا. ومع وجود رودي في الصورة دلوقتي المدعين غيروا الرواية اللي بقت دلوقتي إن أماندا ورافائيل ورودي مع بعض اعتدوا على ميريديث في تصعيد جنسي مدفوع بالمخدرات. كانت نظرية متطرفة بس المدعي العام هيصدقها، وهيلعب بأفكار غريبة عن طقوس شيطانية وحفلات جماعية. المدعي العام هيشوف ان أماندا شخصية محورية، وان هي المحرضة اللي كانت بتكره زميلتها في السكن، وان ده اللي دفع الرجلين دول يهاجموا ميريديث. وخلال السنة اللي بعدها أماندا هتقعد في السجن مستنية المحاكمة، وده لما أسئلة جادة عن التحقيق كله هتبدأ تظهر، لأن يبقى واضح في الوقت ده ان استجواب أماندا ما تسجلش، ما كانش في محامي موجود، ممارسات وحشة ادعت بيها، كانت طالبة أجنبية خايفة جدا وكانت صاحية طوال الليل، الظروف المثالية لاعتراف كاذب زي ما بيقال. إحدى الصحف كتبت إن نوكس قضت 4 سنين في السجن بشكل كبير بسبب فشلها في الحزن بالطريقة اللي الناس توقعتها. بس في إيطاليا التحقيق استمر، مقتنعين تماما إن أماندا ورافائيل مذنبين مع رودي، والمسرح اتجهز لمعركة قانونية طويلة وشاقة، معركة هتكشف عيوب عميقة في القضية ضد أماندا، بس مش قبل ما يكلفها عقود من الحرية تقريبا.
مع تقدم قضية أماندا نوكس للمحاكمة بقى واضح بشكل متزايد إن رواية النيابة مبنية على أساس هش جدا، لأن المراقبين وفي النهاية القضاة الإيطاليين حددوا مشاكل كتير في القضية، من أخطاء فادحة في الطب الشرعي لحد اغتيال صريح لشخصية أماندا في الإعلام وقاعة المحكمة. كمان كان في عيوب في الأدلة الجنائية والأدلة المادية اللي استخدموها عشان يورطوا أماندا ورافائيل طلعت قليلة بشكل ينذر بالخطر ومعيبة جدا، لأن على الرغم من إن مسرح الجريمة كان غرقان دم حرفيا، المحققين معرفوش يلاقوا أي DNA خاص بأماندا في أوضة نوم ميريديث اللي احنا عارفين إن القتل حصل فيها، ودي حاجة أكدتها محكمة النقض العليا في حكمها سنة 2015، قالت فيه بالنص عدم وجود أي آثار بيولوجية تربط نوكس بالجريمة تماما. بدلا من كده دليل DNA أشار بشكل مباشر وقاطع ناحية رودي، لأنهم لقوا DNA بتاعه على جثة ميريديث وجواها، وفي بقع دم متعددة كانت جوه الأوضة، فازاي تربط أماندا بالجريمة؟ ده كان السؤال المهم. بس النيابة كان معاهم دليل طب شرعي وهو سكينة مطبخ، السكينة اللي جابوها من مطبخ رافائيل قالوا إنها سلاح الجريمة، لأن المحللة الجنائية دكتورة باتريشا ستيفاني قالت إنها لقت أثر ضئيل من DNA على نصلها بيطابق DNA بتاع ميريديث، وعلى مقبضها كان في DNA بيطابق DNA بتاع أماندا نوكس. الكلام ده كان مدين جدا لحد ما اتدققوا فيه بالتفصيل، لأن في 2011 خبراء مستقلين من جامعة سابينزا في روما أعادوا فحص دليل السكينة وفككوا مصداقيته تماما، لأنهم لقوا إن آثار DNA بتاع ميريديث على النصل كانت قليلة جدا لدرجة إن كان مستحيل الحصول على صورة DNA موثوقة منها. وقالوا كمان إن ستيفاني الطبيبة الشرعية أو الخبيرة الجنائية اللي فحصت السكينة دي ما اتبعتش البروتوكول الدولي القياسي لتحليل DNA، وعملت أخطاء في التحليل وما عملتش نسخ احتياطية للأدلة اللي قدمتها في قاعة المحكمة بشكل صحيح. وحتى توقيت القصة كان كله يدعو للريبة، لأن الشرطة ادعت إن السكينة الكبيرة دي هي اللي عملت الجروح على ميريديث، لكن التحليلات اللاحقة أظهرت إن أبعاد السكينة مش متطابقة خالص مع بعض أكبر الإصابات في جسمها. عشان كده شغل المراجع المستقل ده دمر شغل ستيفاني الخبيرة الجنائية تماما، وقالوا إن دليل DNA على السكينة ملوش أي قيمة إثباتية خالص. في النهاية مسرح الجريمة نفسه ما أعطاش أي آثار أقدام أو بصمات أصابع أو DNA موثوق من أماندا أو رافائيل، أما وجود رودي في مسرح الجريمة فده كان أكيد. محكمة النقض العليا الإيطالية لاحظوا بعد كده قد إيه كان من غير المنطقي اقتراح إن أماندا ورافائيل بطريقة ما نظفوا مسرح الجريمة من آثارهم بشكل انتقائي وسابوا آثار رودي في كل حتة، سيناريو وصفوا القضاة بأنه مستحيل. باختصار القضية الجنائية ضد أماندا نوكس ورافائيل كانت معيبة بشكل عميق ومش ممكن إصلاحه. بما ان الادله القويه معدومه تماما، النيابه والاعلام ركزوا بشده على مهاجمه شخصيه اماندا نوكس، لان ده كان كل اللي معاهم. حولوا المحاكمة في بعض الأوقات لمسرحية تجريح شخصي وأحكام أخلاقية. من البداية أماندا بقت ضحية لخيانة إعلامية مثيرة، الصحف الصفراء فضلوا ينشروا قصص عن علاقاتها الجنسية المزعومة وتعاطيها المخدرات وممارساتها الغامضة. الإعلام مسك في كل تفصيلة في حياتها، من تقبيلها لرافائيل لحد لبسها في قاعة المحكمة. عايز أقول لكم إن في قاعة المحكمة المدعي العام جوليانو وصف أماندا بأنها محرضة مدمنة مخدرات. عشان كده معظم القضية ضد أماندا بقت عن أماندا نفسها، شخصيتها وسلوكها وشخصيتها الأخلاقية، فكانت محاكمة غريبة، محاكمة بتدور حوالين الشخص نفسه وطباعه بعيدا عن الأدلة المادية وكل ده. النتيجة كانت إن لما بدأت محاكمة أماندا كانت بتواجه مش بس اتهامات قانونية، لكن صورة عامة مسمومة لدرجة إن كتير افترضوا إنها مذنبة من قبل ما المحاكمة تبدأ أساسا، بس بسبب اللي سمعوه في الصحافة. مجموعة الأدلة الجنائية المعيبة وهجمات تشويه السمعة ضمنوا تقريبا إدانة ظالمة. المحاكمة الأولى اتعملت في بيروجيا سنة 2009 وانتهت بهزيمة مدوية لأماندا وشريكها في الاتهام رافائيل. بعد ما يقرب من سنة من جلسات الاستماع في 5 ديسمبر 2009 هيئة المحلفين أدانتهم بقتل ميريديث كيرشر. بالإضافة لإدانة القتل، أماندا كمان اتدانت بالتشهير بسبب اتهامها الزائف لباتريك. المحكمة حكمت على أماندا بالسجن 26 سنة وعلى رافائيل ب25 سنة. في الحكم القضاة قبلوا بنظرية النيابة المثيرة اللي بتقول إن أماندا ورافائيل ورودي اللي اتحاكم بشكل منفصل بسبب كثرة الأدلة الجنائية ضده اعتدوا جنسيا على ميريديث بشكل جماعي تحت تأثير المخدرات، والاعتداء ده تحول لقتل. الحكم نزل زي الصاعقة وسط ضجة إعلامية كبيرة، ولما القاضي قرأ الحكم أماندا نوكس انهارت من العياط في قاعة المحكمة. عائلتها اللي سافروا لإيطاليا عشان الحكم كانت ردة فعلهم دموع وغضب شديد، لأنهم دانوا القرار كفشل للنظام القضائي الإيطالي. جدير بالذكر إن رودي اللي اتحكم بشكل منفصل في إجراءات سريعة تم إدانته قبل كده واتحكم عليه ب30 سنة سجن، اتخففت بعد كده في الاستئناف ل16 سنة لدوره في جريمة القتل.
على نهاية 2009 الرواية الرسمية في إيطاليا كانت إن المتهمين الثلاثة أماندا ورافائيل ورودي اتدانوا ودخلوا السجن. في بروجيا وفي معظم الصحف البريطانية كان في رضا بإن العدالة حلت لميريديث، ومع ذلك الشكوك فضلت موجودة دوليا، لأن كتير في الإعلام الأمريكي وبعض المراقبين الإيطاليين شككوا في الحكم وأشاروا لنقص الأدلة القوية والتحيزات الواضحة ضدهم. أماندا نوكس ورافائيل استأنفوا الحكم على طول وكانوا مصرين على براءتهم، والفصل الجاي من القصة كان في 2011 مع محاكمات الاستئناف. في إيطاليا الاستئناف مش مجرد مراجعة للحكم، ده محاكمة تانية تماما ممكن يتقدم فيها أدلة جديدة عادي. استئناف أماندا اتنظر في بيروجيا في محاكمة جديدة، وطول 2011 فريق أماندا هاجم بشكل منهجي نقاط الضعف في القضية. محكمة الاستئناف سمحت بمناقشة أوسع لإزاي التحقيق الأول ممكن يكون غلط، وفي 3 أكتوبر 2011 محكمة الاستئناف أصدرت حكم صادم. إدانات أماندا ورافائيل بالقتل اتلغت تماما. بعد 4 سنين في السجن، أماندا تم إعلانها إنها غير مذنبة بقتل ميريديث كيرشر بسبب نقص الأدلة، وتم الإفراج عنها فورا. أماندا خرجت بسرعة، وفي خلال يوم كانت في طيارة راجعة لبيتها في سياتل. في تصريح مؤثر في مطار سياتل، أماندا المذهولة شكرت اللي صدقوها ودعموها ودعموا عيلتها. بالنسبة لعيلة أماندا ومؤيديها، دي كانت لحظة فرحة كبيرة ونهاية للكابوس. مع ذلك محكمة الاستئناف أيدت جانب واحد، وهو إدانة التشهير ضد باتريك، وحكموا عليها ب3 سنين سجن، بس نظرا لأن أماندا كانت قعدت 4 سنين أصلا، فخلاص العقوبة كانت انتهت. لحد أواخر 2011 أماندا نوكس ورافائيل كانوا أحرار وبريئين في نظر المحكمة، ومع ذلك القصة ما خلصتش. في تطور غير متوقع، كتير بره إيطاليا لقوه صعب الفهم. القضية راحت لمحكمة النقض العليا الإيطالية ورجعت تاني، وفي مارس 2013 أعلى محكمة في إيطاليا رجعت استئناف النيابة للبراءة. وفي مفاجأة لأماندا ومؤيديها، محكمة النقض ألغت براءة 2011 وأمرت بإعادة محاكمة استئنافية جديدة. ده معناه إن أماندا اللي كانت في أمان في أمريكا وقتها، ورافائيل اللي كان لسه في إيطاليا، بقوا متهمين تاني بيواجهوا اتهامات بالقتل. إعادة المحاكمة تمت في فلورنسا من 2013 لحد 2014. أماندا اللي عارفة إن أمريكا على الأرجح مش هتسلمها لو تم إدانتها تاني، اختارت ما ترجعش إيطاليا عشان الإجراءات، فضلت في سياتل واتحاكمت غيابيا. أما رافائيل فظهر في المحكمة، اللي أكيد كانت تجربة مؤلمة جدا من غير أماندا جنبه. وفي يناير 2014 محكمة فلورنسا أصدرت قرارها، أعادوا أحكام الإدانة تاني وأدانوا أماندا ورافائيل بقتل ميريديث. دي كانت لعبة مجنونة. في التكرار اللي جاي زودوا حكم أماندا ل 28 سنة مش 26 زي الحكم الأول. أما حكم رافائيل فتأكد ب 25 سنة. قضاة فلورنسا أصروا على النظرية الأصلية وما تأثروش بالشكوك اللي اترفعت قبل كده. أماندا طلعت في لقاء تلفزيوني بعد ما اتحكم عليها وقالت إنها خايفة وحزينة. رافائيل استأنف على الحكم تاني، وأخيرا في مارس 2015 القضية وصلت لنهايتها النهائية. محكمة النقض العليا الإيطالية نظرت الاستئناف الأخير لأماندا ورافائيل ضد إدانة فلورنسا، وفي 27 مارس 2015 في حكم طال انتظاره محكمة النقض ألغت الإدانات نهائيا، وبرأت أماندا نوكس ورافائيل من تهمة القتل. وفي القانون الإيطالي براءة محكمة النقض نهائية ومينفعش تعاد محاكمتها. فأماندا اللي كان عندها 27 سنة وقتها كانت في قمة سعادتها. بعد 7 سنين ونص إدانتين وبراءتين وإعادة محاكمة، أماندا بقت حرة بشكل نهائي. محكمة النقض خلصت لأن باستثناء رودي اللي فيه أدلة مؤكدة ضده واللي ذنبه مؤكد، مفيش أي دليل موثوق على أن أماندا أو رافائيل شاركوا في الجريمة دي. في 2013 أماندا نشرت مذكراتها كانت اسمها في انتظار أن أسمع، اللي بقت من أكثر الكتب مبيعا في نيويورك. الكتاب ده أخدت عليه مقدم 4 مليون دولار، وفيه شرحت بالتفصيل روايتها للأحداث ومعاناتها في السجن. بس معظم أرباح الكتاب راحت لسداد الديون القانونية الضخمة اللي تراكمت على عائلتها طوال السنين دي. حاليا أماندا بتشتغل كصحفية مستقلة، وانخرطت بشكل متزايد في حركة مشروع البراءات ومجموعات الدفاع عن المدانين ظلما. في يونيو 2019 رجعت لإيطاليا لأول مرة من وقت المشاكل دي كلها. وفي 2016 اتعمل فيلم وثائقي مهم بعنوان أماندا نوكس، في مقابلات صريحة مع أماندا ورافائيل وأشخاص تانيين من القضية دي. الفيلم قدم رؤية متوازنة للقضية وبحث ازاي روايات الإعلام ممكن تختلف عن الواقع. وبس كده حلقتنا خلصت. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم، ولو عجبتكم ياريت منسوش تعملوا لايك وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات، وتقولوا لي نظرياتكم في الكومنتات. شايفين ان اللي حصل معاها ده أخطاء فادحة وظلم بين، ولا مقتنعين ان أماندا ورافائيل كان لهم دور في القضية ولكن خرجوا لنقص الأدلة مش أكتر؟
أنا مقتنع بالعكس، مقتنع إنها كانت بريئة، والضجة الإعلامية ضدها بسبب سلوكها اللي ما كانش كويس وقتها أثروا في الحكم عليها، وأثروا في إنها دخلت أصلا رجليها في كل ده. يعني في الظروف العادية وفي كل القضايا اللي بنناقشها، الشرطة أصلا ما بتقبضش على شخص غير لو معاهم دليل مادي قوي ضده. أما الدليل ضد أماندا ورافائيل كان إنهم بيضحكوا ومستهترين ومش ملتزمين. وبس، أتمنى تكون الحلقة عجبتكم، وأشوفكم قريبا في لغز جديد لم يتم حله.